خالد الخالدي الهذلي يصرح تصريح خطير لم ينتبه الكثير للجزئيات اللي فيه، لكن لاحظوا بعد تصريح خالد الخالدي من اللي رد على خالد الخالدي؟ الآن تابعونا. يسألك ولا يدف ناس ضدك ويسوي نفسه بري وانه مال فيها، يوم تراجع الامور والحسابات تلقاهم باسامي وكلها مهتمه في ذول. لا تام هي كذا. انا ما عندي مشكله تمجد نفسك ولا تسوي امور لنفسك انت الشخص، انا ما عندي مشكله، لكن لا تحاول تسألي. روح بنفسك ان شاء الله توصل للنجوم، انا ما عندي مشكله، لكن لا تحاول تسألي. هذه سياستي. واللي يحارب والله ما درت عن واحد يحارب ولا يقعد، حين طال عمرك ناخذها درعي والله ما لدينا لحد. بعد التصريح بأسبوع يأتي حامد القارحي ويستنجد ويشتكي لوصل العطياني. اسمعوا ماذا قال حامد القارحي. وصل شفت المسلسل والمسلسل طويل، واللي صدمني بطولة زينب العسكري. يا وصل شفت المسلسل والمسلسل طويل واللي صدمني بطولة زينب العسكري. الصدمة دائما تأتي من القريب، وهنا يلقب ابن عمه خالد الخالدي بزينب العسكري، لأن خالد الخالدي كشف بعض الجروبات وكشف بعض الحسابات اللي كان الرمي على حامد القارحي. خالد الخالدي لم يترك الأمر يستمر، بل أتى أمام معتقل عياضي أيضا ورد ببيت. استمعوا له الآن. لقيت مسلسلات مدبلجة وافلام في الشاشات، وانا اللي ريح الجمهور من طارق وهيونه. وانا لقيت مسلسلات مدبلجة وافلام بالشاشات، وانا اللي ريح العالم من طارق وهيونه. هنا ارسل خالد الخالدي بالرد في ارض الميدان ولقب حامد القارحي بهيونه. دائما هذه الامور موجوده بين الشعراء وتحدي الشعراء ومحاوله كل شاعر يريد ان يظهر، وهذه تحديات موجوده لكي لا يعتقد المتابع أو المتلقي بأن لا يوجد تنافس بين شعراء المحاورة. ولكن أنا ضد أن توصل لهذا الأمر من الألقاب زينب العسكري وهيونة. من هذه الأمور أنا لا أقبلها صراحة. شكرا للجميع.